هنعمل النهاردة بقى لفة جلاش بطريقة حلوة جدا وسهلة جدا ومكونات حلوة اوي. يلا بينا نبدأ. معانا هنا ربع كيلو من اللحمة، بيضة، معانا بصلتين كده مبشورين، وفلفل اخضر رومي، ولبن، ونص كوباية زبادي، ولفة الجلاش طبعا مش هننساها. يلا بينا بقى نشوف هنعمل ايه. جبنا هنا حلة حطيناها على البوتاجاز، حطينا فيها زيت ومعلقة سمنة بلدي او زبدة زي اللي متوفر عندك. هننزل كده هنا باللحمة الاول قبل البصل، هنقعد كده بس نفكها من بعضها، مش هنقلبها علشان خاطر متلزقش في الحلة. تمام. هنا بعد ما اللي هي نزلت ميتها كده شوية، انا ابتديت ان انا اقلبها وهحط عليها التوابل: ملح، فلفل اسود، توم باودر، بصل باودر، كمون. ونقلب بقى الكلام ده كله مع بعض بالشكل اللي احنا شايفينه ده. هنيجي بقى هنا هنحط البصل على اللحمة المفرومة بعد ما خدت اللون معانا زي ما احنا شايفين كده بالشكل دوت. نقلب كده كله في بعضه. طبعا احنا حاطين التوابل هنا وخلاص كده قلبنا بقى البصل مع اللحمة. ننزل بقى بالفلفل الاخضر الرومي، حابة تحطي قرن فلفل حراق مفيش مشكلة. هنقلب بقى كل الكلام ده كده مع بعض بالشكل ده، نفضل نقلب. نجيب بقى هنا فنجان مية، ننزل بيه كده فنجان واحد بس، ونقلب بقى كده زي ما احنا شايفين بالشكل ده كده. وهنغطيها وهنسيبها ايه تتشرب المية بتاعتها، وهتبقى كده خلاص دخلت في السوا اصلا، تتشرب ونطفي عليها. يلا بقى كده نجيب لفة الجلاش. معانا هنا كوباية الا ربع لبن، هنحط فيها بيضة، نص كوباية زبادي، هنحط برضو شوية زيت كده في الاخر، ورشة فلفل اسود، ورشة ملح. بس ملح مش بسيط، حابة تستغني عن الملح مفيش مشكلة. ودي دي نص معلقة من البيكنج باودر عشان برضو ايه تعلي معانا التيست بقى والشغل الجامد ده. هنقلب بقى كده طبعا كل الكلام ده لحد ما ايه البيضة تدوب. هننزل كده بلفة الجلاش دي كده. بصوا الكيس ده ممكن نعمل فيه لانشون ما نرموهوش، هيبقى حلو قوي، هيبقى معانا كده صباع لانشون حلو قوي. هنا بقى معانا لفة الجلاش. بصوا هندهن الصينية كده كويس قوي بالشكل اللي احنا شايفينه كده، بالجوانب بقى وبالأرضية بتاعت الصينية. ونيجي بقى هنا عند لفة الجلاش، هناخد اول طبقة كده هنحط فيها ورقة يعني، هنحط ورقتين قصدي، معلش. هنحط كده ندهن السمنة، ونحط كده مش هنحط الجلاش في الحلة كلها في الصينية كلها، هنحرفها كده زي ما احنا شايفين كده بالشكل ده. ندهن ورقتين بس بالسمنة ونحطها كده. سهلة جدا وبسيطة مش تاخد اي حاجة. هنا بصوا عايزة اقول لكم الريحة بتاعت اللحمة كانت تحفة، وكانت صينية الجلاش اصلا حاجة كده اللهم بارك يعني جميلة اوي. بصوا انا شايفين انا مطلعة حروف الجلاش ازاي، مش اللي هو انا بقى يعني رصاها بقى رص زي ما احنا بنعمل بقى، لا انا بصوا هقفلها واوريكم بقى هقفلها ازاي. شايفين الكلام. هنجيب برضو هنا كده من النص كده زي ما احنا شايفين، عكس واحدة عكس واحدة، واحدة عكس واحدة. وما تنساش برضو ندهنها بالشكل اللي احنا شايفينه ده. يعني لما تعملي حاجة بحب كده بتبقى حلوة قوي. بصوا انا بقفل كده، بقفل زي ما احنا شايفين كده، وسايبة ورقتين عشان هقفل بيهم الوش اللي هو هيدي الشكل الدايرة يعني المدور، اللي هو بقى ولا ملعبك ولا مخروش ولا الكلام ده. بصي نزلي لتحت كده يعني زي ما احنا شايفين كده في الفيديو. طبعا قبل ما هندخلها الفرن احنا طبعا مسخنين الفرن، دي الحاجة التانية هنقطعها قبل ما نسقيها بالصوص اللي احنا عملناه ده، اللي هو بيضة وشوية ملح وشوية فلفل اسود ونص معلقة بيكنج باودر. وبصوا حطيت بقى شوية الزيت اللي انا قلتلكوا عليهم او السمنة على زيت، ونسقي بقى الكلام ده. طبعا مش هنسكت على كده، هنجيب بقى شوية جبنة موتزاريلا بقى ورش بقى الكلام ده تحفة تحفة تحفة. شايفين الجمال بقى بعد ما دخلناها الفرن، عاملة زي الفطيرة بالظبط، والله العظيم حاجة كده يعني الحمد لله ما شاء الله جميلة جدا. جربيها مش هتندمي خالص. انا هنا عملت كان الفطار صينية الجلاش دي، وعملت جنبها بانيه، وطبعا بقى دي مخلل وحطيت عليه بقى قطاية كده، والحمد لله. وكانت أكلة جميلة ولذيذة. أتمنى تجربوا طريقة الجلاش دي، هتعجبكم جدا جدا جدا. وقولولي رأيكم في التعليقات. لو مشتركتوش في القناة اشتركوا فيها واعملوا اعجاب للصفحة. اشوفكم على خير، السلام عليكم.